اصحى يا نايم وحد الدايم. كان يا مكان في أيام زمان في ليالي رمضان راجل شايل طبلته بينشد عليها ويقول كلمته: اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. كلمات ارتبط وجودها بصوت الفنان سيد مكاوي، واللي شغلت حيز كبير من طفولتنا. أغنية بتعبر عن عادة مصرية أصيلة مرتبطة بشهر الصيام. غالبا كده انت فهمت أنا بتكلم عن ايه. حكايتنا النهاردة عن المسحراتي هحكيها لكم. أنا ريهام محمود ودي ذا كابيتال. المسحراتي أو المسحر لفظ مشتق من السحور، وهي مهنة بيقوم بيها شخص مهمته إنه يصحي المسلمين في ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور. ومن العبارات المشهورة للمسحراتي على مدار التاريخ المصري: يا نايم وحد الدايم، يا غافي وحد الله. والنهج المعتاد عن المسحراتي إنه كان دايما بيدق على طبلته عشان تساعده في تلحين كلماته، وده كان بيسيب انطباع مبهج عند كل اللي بيسمعه، كبار وصغيرين. أما بالنسبة لأجر المسحراتي فكان بيختلف على حسب الطبقة اللي بينتمي إليها المتسحر، وكل واحد حسب قدرته. فمنهم الغني اللي كان بيديله مقدار من الحبوب سواء قمح أو ذرة، ومنهم الفقير اللي ما كانش منتظر منه أجر. ومن أجمل عادات المسحراتي انتظاره الأول أيام العيد عشان يمر على البيوت ويدق على طبلته، فيخرج الناس عليه وهم مبتهجين ويقدموا له المال والحلويات، أو ما يعرف حاليا بالعيدية. مهنة المسحراتي بيرجع أصلها لعهد رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقتها كان الصحابي الجليل بلال بن رباح هو أول مسحراتي في التاريخ الإسلامي، واللي كانت مهمته إنه يتجول في أغلب الشوارع وهو بيؤذن ما يعرف بالأذان الأول، معلنا وقت السحور. أما بالنسبة لأذان الفجر فكان بيؤذنه ابن أم مكتوم، والمعروف باسم الأذان الثاني، معلنا بداية الصيام. وده اللي تم تأكيده في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا ابن أم مكتوم. ويذكر أن أول من حاول إيقاظ المسلمين في مصر لتناول السحور هو عتبة بن إسحاق بعد الفتح الإسلامي، واللي كان بيتجول شوارع القاهرة ليلا على قدميه من الفسطاط وصولا لجامع عمرو بن العاص. ومنذ 1000 عام تقريبا في عصر الدولة الفاطمية أمر الخليفة الحاكم بأمر الله المواطنين إنهم يناموا بعد صلاة التراويح، عشان بعدها يمر الجنود على البيوت لإيقاظ أهلها لتناول وجبة السحور، مستخدمين الطبلة والدف بدلا من طرق الأبواب، إلى أن تم تعيين رجل لتلك المهمة وأطلقوا عليه اسم المسحراتي. وبعد أن أوشكت عادة المسحراتي أن تختفي، جاء السلطان المملوكي الظاهر بيبرس وعمل على إحيائها كتراث إسلامي. ومن أجل تحقيق غايته قام السلطان بتعيين صغار علماء الدين للدق على أبواب البيوت لتنبيه أهلها بوقت السحور. وفي عهد الدولة المملوكية تحديدا أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون تطورت مهنة المسحراتي عن طريق استخدام طبلة معروفة باسم بازة على يد ابن نقطة المسحراتي الخاص بالسلطان، واللي كان بيدق عليها دقات منتظمة وقوية كفيلة بإيقاظ الشارع بأكمله. وبمرور السنين يترسخ رمز المسحراتي في عقول الناس، وده لأنه أصبح بيتغنى بأمثال شعبية وقصص من الملاحم البطولية. ومع مرور الوقت وبظهور التكنولوجيا والتلفزيون انشغل الناس ونسوا العادة المصرية القديمة اللي تربينا عليها. وكمحاولة لإحياء عادة المسحراتي قام بتدوين أسماء الأطفال اللي حبوا سماع أساميهم بصوته كل ليلة، لحد ما نجحت الفكرة إنها تضم فنانين وشعراء زي محمد الموجي وسيد مكاوي وكتير غيرهم من اللي تولوا مهمة نقل ملامح مهنة المسحراتي لشاشة التلفزيون وميكروفون الإذاعة، وده عشان يقدروا يصحوا أكبر عدد من المسلمين بأسلوب جديد ومبتكر. وفي نهاية حكايتنا اللي اتكلمنا فيها عن عادة من أجمل عادات شهر رمضان واللي للأسف اختفت حاليا من معظم الأماكن في مصر، إلا إن مهنة المسحراتي ما زالت متواجدة في بعض الأحياء الشعبية زي حي السيدة زينب والحسين وبعض الأحياء الأخرى، واللي لسه محافظين على طقوس رمضان اللي اتربينا عليها زمان. لو عجبتك الحلقة لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا تحت في الكومنتس تحب يكون موضوع الحلقة الجاية عن إيه.